الوقت اللي جاي لو اندمجت الاحزاب او حصل نوع من الاندماج في الاحزاب المكونه لجبهه الانقاذ، ممكن حضرتك تبقى على راس احد هذه الاحزاب بشكل كبير؟ ده المطلوب مني، انما انا قلت لهم انا يكفيني ان اكون يعني اب روحي وهشتغل معاهم، انما مش عاوز اشتغل في عمل تنفيذي. انا عاوز اشتغل. مش عايز تبقى رئيس الحزب الدكتور محمد البرادعي؟ لا اطلاقا. انا عاوز اشتغل زي ما انا بقول لك كمواطن مصري لصالح مع كل مواطن مصري. ممكن اقول لحضرتك حاجه وما تعتبرش ان ده تجاوز يعني؟ لا ابدا. في ناس بتبقى حاسه جدا انه حضرتك عايز تلعب هذا الدور وتشتغل مع كل الناس، لكن مش عايز تختبر، مش عايز تبقى مسؤول تنفيذي علشان ما يتمش اختبارك في مشاكل المصريين. انا اشتغلت كمسؤول تنفيذي يا شريف 12 سنه في وكاله الطاقه الذريه، واشتغلت مع اعقد المسائل من ناحيه الامن القومي. مصر حاجه ثانيه خالص. مصر على مستوى لوكال، على مستوى محلي اسهل بكتير الحقيقه. لا مش على اختبر. انا وصلت لمرحله من السن يعني النهارده ربنا يديك الصحه ان انا شايف ان دوري اكبر من اشتغل عمل تنفيذي، ان اشتغل مع الجميع بفكر برؤيه باتصالات في الداخل في الخارج بجمع الشمل. يعني انا ببص النهارده ايه اللي اقدر اكون اكتر فعاليه ان اساعد بلدي وتقدر تعمله واقدر اعمله. دكتور محمد البرادعي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على الوقت اللي حضرتك كنت فيه معانا النهارده. نتمنى انه المره الجايه لما نقعد نتكلم في معطيات اخرى، يعني نتكلم في حتى على الاقل تطورات اخرى ومساحات مختلفه غير اللي احنا اتكلمنا فيها. انا سعيد اكون معاك يا شيف دايما، ويمكن الدور الجاي احب اتكلم معاك على السياسه الخارجيه، وزي يمكن ما قلت لك قبل البرنامج انا ما عندناش سياسه خارجيه من 30 سنه، ده موضوع اخر نبقى نتكلم فيه. لان شايف ان المصريين دلوقتي مشغولين قوي باللي بيحصل جوه ومش متابعين اللي بيحصل بره؟ انا ما عنديش سياسه خارجيه، ما هو ده جزء من مشكلتي الداخليه، ان انا فقدت قدرتي على اكون سلطه تنويريه، وفقدت قدرتي على اكون قوه اقتصاديه، وبالتالي فقدت دوري في السياسه الخارجيه سواء على المستوى الاقليمي او المحلي. طب انا هاجل دلوقتي الوداع والسلامات والحاجات اللي بتحصل في اخر البرامج دي واسال حضرتك سريعا. رئيس الجمهوريه اتجه للولايات المتحده الامريكيه، اتجه للصين، اتجه مؤخرا لروسيا. حضرتك مطلع على الدوائر دي وتعاملت معاها قبل كده، هم بيتعاملوا مع هذه الاداره الجديده ازاي؟ في ناس بتجزم انه في مسانده واتفاق ودعم، وفي ناس بتجزم انه عكس ذلك هو صحيح. اعتقد الى حد كبير مرحله ترقب ومرحله قلق النهارده. هل النظام ده هيستطيع انه يمشي مصر، يكون له دور في الاقليم بتاعه، يكون له زي ما انت عارف الخليج كله في حاله جفوه بينه وبين النظام باستثناء قطر. سوريا في حاله يرسى لها، فلسطين في حاله يرسى لها، السودان في حاله يرسى لها، ليبيا في حاله يرسى. عشان كده بكلمك على يعني احنا بنتكلم قعدنا 30 سنه نتكلم نشجب وندين ونطلع بيانات في الاهرام، انما عشان يبقى عندي سياسه حقيقيه لازم يكون انا قوه اقتصاديه وقوه تنويريه وقوه فكر. القوه الرخوه القوه الرخوه وده مش تقدر تعمله قبل ما تتعامل مع الداخل الاول. بالظبط كده. احنا بنتكلم الرئيس مرسي بيتكلم انه يكون جزء من بريكس اللي هي الدول روسيا والصين وجنوب افريقيا والبرازيل والهند. انا عارف من ايام حسني مبارك كنا بنحاول باي طريقه نخش مع الناس دي، ما دخلوناش حتى قبل ما روسيا. بس له معايير خاصه بنوعيه انتاجك، هيقول لك انتاجك القومي قد ايه، تصديرك قد ايه، يعني ما هياش عمليه. حاولنا نخش كعضو دائم في مجلس الامن ما حدش وافق علينا، كذلك حتى كدول مرشحه. يعني السياسه الخارجيه دي يبقى يمكن نطرحها مره اخرى، انما مرتبطه هي الوجه الاخر للسياسه الداخليه. انجح كسياسه داخليه وابتدئ بالانسان واجعل الانسان المصري قدوه كده في العالم، فالهبه اللي جوه ترتبط بالهبه اللي بره. بالهبه اللي بره. بشكر حضرتك مره ثانيه. الله يخليك. شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. الله يكرمك يا سيدي. نشوف حضراتكم بكره ان شاء الله. تصبحوا على خير.